يا مساء الفل والهنا والروقان، مساء الورد والجمال، مساء الهدوء والأنس بالله، مساء الراحة النفسية، مساء الروقان والحب كله، مساء السهر. يلا بينا نشوف فيديو النهاردة مع بعض. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مش عايزاكم بقى تستغربوا من صوتي، انا صوتي كده منبوح شوية، وان شاء الله بإذن الله بحاول ان انا ما اجهدش صوتي وما اعليش صوتي عشان اقدر استرد نبرة صوتي العادية اللي انتم متعودين عليها. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة هنتكلم عن موضوع الاطمئنان. ازاي تخلي بيتك سكن، ازاي تخلي بيتك بيت، ازاي تخليه وطن. شقتك دي، اي شقة هي شقة، انما مش كل شقة بتبقى سكن، مش كل شقة بتبقى بيت، ومش كل شقة بتبقى وطن. نبدأ النهاردة الأول نشوف بنعمل ايه مع بعض. نعمل أكل سريع كده، مكرونة وفراخ. قعدنا نقول ده الأكل السهل لحد ما بقت الفراخ أسعارها لا تحتمل. ربنا يغنينا من فضله ويوسع أرزاقنا يا رب. انا بقى النهارده بعمل المكرونه بطريقه غريبه حبتين، واللي عاوز يعاركني يعاركني في التعليقات ونشوف اللي بيعمل زي مين. اكتبوا لي طريقتكم ايه في المكرونه. الناس دايما دلوقتي بتقول بننضف الفراخ وبنلاقيها زفره. انا طريقتي لتنظيف الفراخ عمرها ما كانت زفره ابدا. اهم حاجه يكون المحل كويس والفراخ بتاعته طازه. بحطها في خل وملح، مكونين 2 بس، وبتخرج بتبقى زي الفل، مفيش فيها ريحه الهوا. المكرونة بحمر البصلة لحد ما بتتحرق زي ما انت شفت في الفيديو كده. بحط الصلصة بتاعتي، بحط عليها 3 حاجات مش اكتر: ملح، فلفل اسود، وسكر فقط لا غير. فيش توم يا حنان؟ لا مفيش توم. مش كل الاوقات بعمل المكرونة بالطريقة دي، بس دي طريقة نفس المكرونة اللي في المحلات بتاعة الكشري. اعظم واجمل مكرونة ممكن تدوقوها، لون وطعم وكل حاجة. انا عملت كيسين مكرونة، الكيس 400 جرام، والصلصة حطيت شوية السكر اللي شفتوهم في الفيديو دول وقدهم مرتين كمان، والملح والفلفل على حسب المذاق. كان عندي الوراك شيش، وراك مخلية. الشيش حطيت بصلة، حطيت حتتين صغيرين زبدة لان الوراك مليانة دهون. نزلت الوراك، اخدت صدمة. هحط بس على الوراك ملح وفلفل، مفيش اي شيء تاني ممكن يتحط. وكده الوراك عندي او الشيش هيبقى استوى. شايفين؟ حاجة في منتهى الجمال، مفيش اي حاجة تانية انا عملتها. الاكل سهل وسريع. طبعا عملت معاهم بطاطس محمرة بشوية زيت صغيرين. الزيت كمان بقى غالي. يا رب ارزق يا رب كل المسلمين، اغنيهم ووسع ارزاقهم يا رب. يا رب ما تحوجناش الا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك يا رب. انا عايزة اسألكوا على كام حاجة. كل يوم بفكر اقول خلاص هقفل القناة، خلاص مش هنزل فيديوز تاني. هو اسوأ حاجة لأي يوتيوبر في الدنيا انه لما ينزل فيديوز ويلاقيها مش بتتشاف بعد ما يبذل فيها المجهود ده كله. شايفين الشيش ريحته؟ حاجة ما اقولكوش. لو انتوا تعرفوا ايه الغلط اللي عندي في القناة او حد فيكم يعرف، يا ريت تقولولي. انا دايما بتعلم وبستفيد من التعليقات بتاعتكم. عايزه اقولكوا الشيش طالع، انتوا يعني يا رب تكونوا شامين ريحته من الفيديو. ريحه ما اقولكوش، طري طراوه، حاجه غير طبيعيه، بيدوب في البق دوب. ده شكل الصلصه بعد ما استوت، لون وطعم وريحه، وقولوا فيها زي ما انتوا عاوزين، واللي عايز يعاركني يعاركني. بصوا بقى، عايزاكوا تتغافلوا. التغافل ده عادة جميلة جدا في بيوتنا. ازاي تخلي بيتك سكن ووطن ومودة ومحبة ورحمة، زي ما اتقال في القرآن الكريم: وجعلنا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم برضو مودة ورحمة. المودة والرحمة عايزينها في البيت كله. هتيجي منين المودة والرحمة؟ هيجي منين ان بيتك يبقى وطن، وطن لأولادك، وطن لزوجك. مهما يلفوا العالم ما يرتاحوش الا في بيتك وفي حضنك. لما تغفلي شوية. التغافل نوع من انواع الذكاء. موقف ما عجبكيش طنشي، اسلوب في الكلام ضايقك فوتي وعدي. ما انت ياما بتدقي، مش في كل الاوقات تدقي ومش في كل الاوقات تطنشي. خليكي بس علقي على الحاجات اللي تستحق منك التعليق. حاجة تكون جامدة، حاجة تكون اوفر، انما مواقف بسيطة
اتكلمي مرة وفوتي 10. خلي دايما المحبة والود والتفاهم والرحمة، المودة تبقى دايما موجودة بينك وبين زوجك، وبينك وبين أولادك برضو. عفوا يا حبايبي. بلاش العصبية الزيادة. انا بقول لكم وبقول لنفسي كمان، انا من النوع اللي ممكن اتعصب، ابقى عصبية طول الوقت، اخد الامور على اعصابي. لا، بحاول ابقى اهدى، بحاول املى البيت حب، املى البيت ضحك. خلي بالك انتي ايقونة المود بتاع البيت ده، يعني انتي آه على اساس المود بتاعك، على اساس ما بيبقى المود بتاع البيت انت تقدري تخلي البيت مفرفش وموده حلو. شايفين يا بنات الفراخ؟ مش قادرة اقول لكم طعمة ازاي، حاجة رهيبة، لازم تجربوها. جربوا بطريقتي الاكل، واللي تجرب حاجة بطريقتي تقولي رأيها ايه. الاكل بيطلع طعمه مفيش اجمل من كده. خلصنا الاكل واتغدينا، قلنا نشرب بقى حاجة حلوة. قلت لهم يلا اعمل لكم الاوريو. هنجيب الشوكولاتة ونحطها في الميكرويف 10 ثواني في 10 ثواني، ولما تسيح هحط عليها نقطتين 2 زيت، واحط عليها معلقتين لبن بودر، واحط عليها 4 معالق لبن حليب، وهقلب الشوكولات كويس جدا لحد ما تبقى زي ايه، صوص سايل. تمام. بعد ما اقلبها كويس قوي بقى، هجيب الكوبايات وهتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه. الوصفة بتاعت الاوريو دي بتكفي 5 كوبايات. هنجيب 5 بواكي اوريو، 4 هنحطهم في الخلاط، والخمسة هنكسرها بايدينا عشان هنزين بيها الكوبايات. نرجع لموضوع البيت وموضوع الود وموضوع الألفة. طبعا طبعا يقينا في ازواج ما ينفعش معها اي حاجة من الحاجات اللي انا بقولها لكم دي. لازم تعرفي ان لو جوزك حد من دول يبقى ده ابتلائك في الدنيا، وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يقويك على الابتلاء ده، وانك تنجحي في الاختبار ده، وان يجعل زوجك الصعب والمود المتغير اللي هو فيه، او مزاجه اللي مش كويس، او عدم حبه للفرفشة وللهزار وللضحك، يبقى في ميزان حسناتك. شايفين انا جبت الكوبايات، عملت صوص الشوكولات بالجناب كده زي ما انتوا شايفين، بيدي طعم تحفة، وكمان بيعجب الولاد قوي. وبعد ما بيشربوا الاوريو بياكلوا الشوكولات دي بالمعلقة، وبيبقى طعمها حاجة تحفة يعني. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزه اقولك لو انتي اول مره تشوفي قناتي، انضمي لعالم اسرار البيوت مع حنان. بعمل مسابقات وجوائز ماديه باستمرار، اشتركي معايا. ولو القناه عجبتك ادعميني باللايك والتعليقات. ولو القناه ليكي فيها ملحوظات، اتمنى تقولولي ملحوظاتكم في التعليقات. اما بقى اهل القناة الاساسيين والرئيسيين اللي معايا من زمان، لو تعرفوا ايه الغلط في القناة وليه الفيديوز اليوتيوب ما بيقترحهاش، وتعرفوا تقولولي ليه عندكم حل للموضوع ده، هستنى برضو تكتبولي في التعليقات. المهم خلاص، ده باكل اوريو الزياده اللي احنا قلنا هنزين بيه الكابز. كسرته انا كده بظهر ايدي على حسب بقى انتي وذوقك. انا بحبه قطع كبيره مش قطع صغيره، فكسرته قطع كبيره عشان الولاد بيحبوا ياكلوه بالمعلقه كده من على فوق وش الاوريو زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. عايزه اقولك حاولي دايما تتغيري. لقيتي نفسك عصبية، حاولي نفسك انك تبقى اهدى، وانك تستقبلي الامور بلطافة. خلي بالك العصبية بتتسبب في حاجات كتير قوي مش كويسة. هتبقى سبب ان جوزك يخبي عليكي حاجات كتير. ليه؟ مش خوفا منك، لا، هو بيبقى خوف من رد الفعل المبالغ فيه. ما هو الانسان العصبي ده بتبقى ردود افعاله مبالغ فيها اكبر من الحدث اللي بيحصل. تلاقي اولادك خايفين يجوا يحكوا معاكي على اي حاجة، تلاقيهم لما يغلطوا يحكوا لأي حد إلا انتي. هتلاقيك انتي دايما آخر اختياراتهم لو يجوا يعترفولك بحاجة أو يفضفضوا معاكي في أي حاجة. فخلي دايما ردود أفعالك هادية، وخليكي بقى انتي العطر الفواح في البيت. انشري الهدوء وانشري الحب. أنا عارفة ان الدنيا مليانة ضغوط، الفلوس بقت قليلة جدا، كل حاجة بقت صعبة وغالية. بصوا بقى، احنا ضربنا الاوريو، حطيت عليه كيلو لبن بخيره، حطيت شويه سكر صغيرين، حطيت معلقه لبن بودر ممكن تستغني عنهم، ضربناهم في الخلاط. بصوا بقى، حطينا الاوريو. انا الكاب دي ما مليتهاش قوي علشان كان هياخدها الاستاذ ياسين، فانا خفت لو هو يدلقها بصراحه. كوبايه الاولاد عموما ما بحبش املاها على الاخر عشان الحوادث اللطيفه اللي هم بيعملوها باستمرار يعني. ربنا يحفظ اولادي واولادكم يا رب. والاولاد طبعا ما انتظروش
لحد انا ما اصور بقيه الكابز. كانت كل الكاب بتاعته تخلص يجي على طول ياخد الكوبايه يقول لي يا ماما أنا ماليش علاقه تصوير مش تصوير، انا عاوز اشرب الاوريو بتاعي. الكوبايه دي هتبقى واضحه خلاص. انا بملى الكوبايه بقى من الاوريو اللي احنا حطيناه في الخلاط، وفي الاخر بكملها بالاوريو المكسر، وبعد كده بزين الاوريو ده بصوص الشوكليت رايح جاي كده بالمعلقه، بيبقى شكلها في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم طعمها تحفه جدا زي اللي في الكافي شوب بالظبط ولا اكتر. ويعني عايزه اقول لكم ان هي اجمل كمان، ما تقلش عن اللي في الكافي شوب نهائي. عملتي ايه طيب يا حنان في بقية اليوم النهاردة؟ ولا اي حاجة، على حطة ايديكم. نريح شوية نريح شوية، نروق شوية نروق شوية، نأنتخ شوية عادي نأنتخ شوية. احنا مش روبوتس، من حقنا تجيلنا ايام يا دوبك على قد الغدا والمشروب زي ما انتوا شفتوا كده، وبارك الله فيما رزق. حلو قوي وكتر خيرنا ان ربنا مدينا الصحة والعافية نعمل وما نتحركش بقى من مكاننا، مش قادرين خلاص، ما فيهاش حاجة لما نرتاح لنا يومين 3. شايفين شكل الكب في منتهى الجمال، والطعم اروع واجمل كمان مليون مرة من شكلها. جربوها على طريقتي، ولو انتوا بتعملوها بطريقة مختلفة قولولي في التعليقات، ولو هتجربوها بطريقتي لما تعملوها ارجعوا تاني على الفيديو ده واكتبوا لي لقيتوا طعمها ايه. بحبكم جدا في الله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. عفاف الحمد لله انتي ظهرتي اخيرا، انا كنت قلقانه عليكي جدا، ربنا يبارك فيك يا رب. لما بتغيبي كده في التعليقات ببقى قلقانه عليكي، وبفرح لما بتكتبي لي عشان ببقى اطمنت وعرفت انك بخير. ربنا يا حبيبتي يجعلك بخير دايما، انتي وكل حبايبي اللي بيعلقولي، نورة حبيبتي وآية طبعا وام لمار، وفي نورة ناجي، والواثقة بالله روزة حبيبتي، فيروز طبعا. في مين تاني؟ هدى بقى لها فترة غايبة بس برضو دايما بتتفرج عليا ودايما بتعلق لي. لو انا بقى نسيت حد فيكم اكتبوا لي في التعليقات وهقوله بالاسم واحد واحد في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. بعد كده بقى خلاص كنا اتغدينا الحمد لله، وانا كنت مدوره الغساله والغساله خلصت، قلت بقى سريعا كده ابدا الم الغساله واحطها مكانها. وبعد كده كان في عندي الكوبايات اللي احنا شربنا فيها، ما برضاش احطها في الغساله عشان انا بغسل على درجه غليان عاليه جدا، وهم عليهم رسم بالليزر كده ذهبي، بخاف الرسومات الذهبي دي تطلع من الكوبايات، فبقول اغسل الكوبايات على ايدي والخلاط بسرعه كده، ما استناهمش لما يتحطوا في الغساله. واحنا متفقين دايما انا وانتوا ان الخلاط ما يعتبرش من المواعين، واياكي ثم اياكي ثم اياكي انك تعتبري الخلاط ده مواعين. الخلاط نستخدمه نغسله في ساعتها على طول عشان ما يكركب لناش الدنيا. خلاص الغسالة اتلمت ورحت على ال4 كوبايات. هتقولي لي يا حنان 4 ليه؟ فين الكوباية ال5؟ ربنا يا رب يخلي لكم اولادكم ويخلي لي اولادي. كان عندي ولد في النادي ما كانش موجود، فاحنا عملنا على قدنا، لكن لما هو جه بالسلامه انا كنت شايله له نصيبه في التلاجة، صبته له اول ما جه على طول. لو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تنضمي وتشتركي، وحبايبي تدوسوا لايك. اللايك هو اللي بيدعم الفيديو وبيخلي اليوتيوب يقترحه لما نشوف ادينا وراهم لحد ما نشوف هيحصل ايه. بحبكم جدا. هدوا اعصابكم، روقوا وفرفشوا، اذكروا ربنا، اقرأوا القرآن، ما تنسوش الورد بيهدي نفوسنا جدا جدا جدا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قولوا الأذكار، اذكروا الله، استغفروا وحوقلوا، املوا البيوت بذكر الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأذكار دي ليها مفعول السحر، ليها حلقة مخصوصة اقول لكم الأذكار غيرت لي حياتي قد ايه. دمتم في صحة وهنا وخير وغنى وعافية. دوسوا لايك دلوقتي حالا اهو. بحبكم جدا. لحد النهاردة الفيديو انتهى، واشوفكم في فيديو قريب جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.